طب انا اقول لهم القرارات دي ازاي دلوقتي؟ 5 قرارات ناريه من كابتن حسام حسن، كل قرار اقوى من التاني في ماتش بلجيكا اللي جاي. وتعالوا شوفوا عايز يعمل ايه يا جماعه. واخر خبر واخر قرار ده هيصدمك حرفيا. مبدئيا كده يا جماعه، اول قرار خده كابتن حسام حسن وهو، انا مش عارف اجيبها لكم ازاي يا جماعه والله، جلوس محمد صلاح على الدكه في ماتش بلجيكا. مع محمد صلاح هيكون على الدكه في ماتش بلجيكا. كابتن حسام حسن قرر انه مش هيستعين بجهود صلاح ويكون ورق رابحه على الدكه، ولو احتاجه هينزل من بدايه الشوط الثاني. يعني لك ان تتخيل ان كابتن حسام حسن هيقعد صلاح على الدكه وقال له انا محتاجك، محتاج مجهودك الشوط الثاني لما لعيبه بلجيكا تبقى خلصانه. يعني بجد قرار قوي جدا من كابتن حسام انه يقعد صلاح على الدكه. تاني قرار خده كابتن حسام وهو استمرار هيثم حسن في الجبهه اليمين لمنتخب مصر. بجد بجد القرار ده قوي جدا جدا، علشان يعني هيثم حسن سرعاته يعني، وكمان رخم جدا على المدافعين وعلى الباكات، هيقدر يلبس مدافع ضربة جزاء ويقدر يعدي 1 على 1، وحل سحري هيثم حسن بجد يا جماعه. والقرار الثاني ده قوي جدا جدا جدا. ثالث قرار معانا يا جماعه وهو ان كابتن حسام قرر عوده امام عاشور للتشكيل الاساسي لمنتخب مصر امام بلجيكا. كابتن حسام حسن يعني شايف ان عوده امام عاشور مهمه جدا، عشان هو اللاعب الوحيد اللي بيربط ما بين الدفاع والهجوم، وهيكون ورقه قويه جدا جدا جدا. رابع قرار خده كابتن حسام حسن وهو استمرار ياسر ابراهيم في قلب الدفاع لمنتخب مصر. والقرار ده انا مش عارف اقول لك ايه يعني يا كابتن حسام. يعني ما تبدا بعبد المنعم، يبدا برامي ربيعه، انت كده كده هتثبت حمدي فتحي. بس قرار ياسر ابراهيم ده هي مخاطره، بس يا رب يا رب تكون المخاطره حلوه ويكون القرار صائب يا كابتن حسام، وكلنا في ظهرك وان شاء الله نكسب بلجيكا. خامس قرار خده كابتن حسام ولسه محتار فيه يا جماعه، وهو انه واحد من الاثنين دول هيكونوا في التشكيل الاساسي لمنتخب مصر امام بلجيكا. كابتن حسام حسن لسه بيفكر يا اما مصطفى زيكو علشان يكمل التألق بتاعه من ماتش روسيا لبعد ماتش البرازيل ويكمل التألق في ماتش بلجيكا، ولا محمود حسن تريزيجيه هو اللي يلعب بخبرته. كل الناس يقولوا في الكومنتات يا جماعه القرار الخامس لكابتن حسام، مين اللي يلعب؟ تريزيجيه منتخب مصر محتاجه اكتر، ولا مصطفى زيكو نستغل الدفعه بتاعته؟